اليوم نحو استخدام إضاءة LED من نوع خاص تكون طبقة الانبعاثات الكهربائية فيها عبارة عن شريحة من المركبات ذات الأصل العضوي وتقوم ببعث ضوء الاستجابة للتيار الكهربائي. إنه نوع من أشباه الموصلات العضوية المرتكزة بين قطبين، ولقد حصلت هذه الديودات الضوئية على صفة الأورغانيك ودخلت الأسواق تحت تسمية OLED. استخدام المواد العضوية جعل أحد الأقطاب شفافاً وجعل كامل الطبقة مرنة قابلة للطي. لذلك نجد استخدام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء كبيراً في شاشات التلفزيون الرقيقة وشاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، كما أنها وجدت لها فضاءً هاماً للاستخدام في مجال الدعاية والترويج وعلامات المرور وإنارة المدينة بفضل زيادة زوايا الرؤية وتحسين السطوع. ولكن متى يتم استخدام كل من LED و OLED؟ يقول الخبراء إن تقنيات الإنارة المستخدمة في الطرقات والشوارع ستكون من نصيب LED، خاصة فيما يتعلق بإنارة ممرات المشاة، لأنها تركز إضاءة مكثفة على بقعة محددة، ولكنها في نفس الوقت غير صالحة للاستخدام في إنارة طريق السفر. فعين السائق في الليل تعتاد الظلام، ما يجعلها ترى الأجسام لا على شكل مجسمات بل على شكل ظلال بالأبيض والأسود. هنا إضاءة LED لا تعتبر الأفضل، ويفضل الاستعاضة عنها بضوء أصفر أو برتقالي، وهذا المعيار تعتمده كثير من دول العالم. ولكن في المحلات التجارية وواجهات العرض للباعة أسرارهم. هناك نوع من الإضاءة باستخدام مصابيح LED يجعل اللحم يبدو وردياً طازجاً، وآخر يجعل الخضروات أكثر خضرة ونقاء. المشتري هو من يحدد اتجاه عملنا. لدينا قسم دراسة للسوق يعطينا تصوراً عن طلبات الزبائن. يوجه الاهتمام الأكبر اليوم نحو عاملين اثنين هما قوة إنارة المصباح والسعر. وكثير من المستهلكين اليوم في روسيا يتعاملون مع عملية استبدال المصابيح العادية بمصابيح LED على أنها استثمار. يقدرون تكلفتها وفترة التعويض التي يجب أن يتخطوها ليحصلوا بعدها على الفائدة. لذلك أهم ما نقدمه هو الجودة وفترة ضمان كبيرة لعمل المصابيح. كما يولي المنتج الروسي اهتماماً كبيراً لمواصفات المصابيح التي يجب أن تكون مقاومة للبرد وتقلبات الجو الحادة، ولتكون ذات نسبة إضاءة عالية، وفي نفس الوقت مقاومة للانفجار وقادرة على التصدي لأعمال التخريب والتحطم المحتملة، خاصة في مجالات إضاءة المنشآت النفطية والمعامل. نقوم بتصنيع مصابيح LED متطورة تجمع ما بين الجودة والتصميم الأوروبي الحديث. نحن نسعى للاقتصاد في الطاقة الكهربائية، ويهمنا أن تكون مدننا جميلة ومنظمة، وتلعب الإضاءة دورا أساسيا في هذا الموضوع. كل المصابيح التي ترونها تنتج بشكل دوري وتنتشر على كامل جغرافية البلاد. إنارة المنازل والطرقات والمنشآت الصناعية وحتى الملاعب أصبحت اليوم في عهدة مصابيح LED، ولم يعد هناك مشروع حديث متطور إلا وارتبط بهذه التقنية، بدءاً من مشروع جيبركوب في سكولكوفا، وانتهاءً بتجهيز المنشآت الأولمبية والملاعب الروسية التي ستستقبل مباريات كأس العالم بكرة القدم لعام 2018. تتابعونا بعد الفاصل. تواصل مع منزلك عبر